مصر امانه في رقبه كل مصري. فرض علينا ان احنا لما ندعى نستجيب. اعتقد ان احنا ماشيين في اتجاه السليم. الجاي احسن ان شاء الله. لسه هتشوفوا ان شاء الله قد اللي شفتوه مره واثنين وثلاثه باذن الله. هنبني الناس دي، وده زي ما حضرتك قلت مشروع اهلي بيعملوا ناس من الوطنيين الشرفاء من اهل الدقهليه لشعب بلدهم وشعب مصر كلها. الدقهليه معروفه ان فيها مراكز علميه متخصصه جدا ومتقدمه جدا، وتعتبر مناره الطب في مصر كلها. واهلا وسهلا باي حد عايز يشارك وعايز يعمل اي مشروعات اهليه لصالح مصر كلها. اشراف القوات المسلحه يكون برضه على المشروع ده يا فندم، والهيئه الهندسيه. احنا تحت امرهم وبلا اي مقابل، وده مشروع اهل زي ما حضرتك، وهم عندهم تصميماتهم واستشاريينهم ومنفذينهم، ولكن احنا جاهزين نساعد عشان حضرتك تبقى عارف المشروع داخل ارض مخصصه لمشروع للقوات المسلحه بتنفذه لصالح المحافظه. فالمشروع مش بعيد عننا. المشروع انا مش جاي النهارده حتى عشان مخصوص عشان المشروع طبعا يستاهل كل مصر تجيله، ولكن احنا اصلا جايين نشوف الشغل بتاعنا، والمشروع جزء من مشروع الاسكان الاجتماعي اللي بتنفذه محافظه الدقهليه. احنا القوات المسلحه بنعمل لصالح محافظه الدقهليه. سيادة الرئيس الحمد لله خلال السنتين دي انا من احد الناس اللي متابع واللي شاركت في تدشين قناه السويس وافتتاح قناه السويس والفرافره الجديده، تدشين وافتتاح مشروعات الطرق، مشروعات الاسكان الاجتماعي اللي اتفتح في الهاك ستيب واللي اتفتح في بدر واتفتح في 6 اكتوبر واتفتح في مايو، مشروعات الاسكان المتوسط، الطرق، الكباري، المستشفيات. ما شاء الله في خلال السنتين سياده الرئيس عمل انجازات ما اتعملتش في 30 40 سنه فاتوا، وده باخلاص وجهد المصريين وجهد رجال الهيئه الهندسيه بقاده اللي هو كامل وزير، اللي فعلا ما بينامش الراجل ده ولا اللي معاه بنامهم. يعني الضباط اللي معاه والادارات المختلفه بالهيئه الهندسيه اذا كانت مهندسين ولا اشغال ولا مشروعات ولا ميه ولا مساحه، اتعودوا على عدم النوم، بيشتغلوا 48 ساعه في ال 24 ساعه. عشان كده احنا شفنا الانجازات. شفنا سياده الرئيس الاسبوع اللي فات بيفتح الاسمرات، انا رحت لمشروع وشفته حاجه يعني مش عايز اقول لحضرتك لا توصف. الشقه 3 اوض، مش شطبه تشطيب كويس، حمامات، مطابخ، عامل لهم لاندسكيب، عامل لهم ملاعب، عامل لهم مدارس. يعني احنا بنشوف اهالينا دول والناس الغلابه دول اللي كانوا عايشين في عشوائيات بننقلهم نقله حضاريه. بس ان شاء الله الموضوع ده يكمل، وزي ما سياده الرئيس وعد وقال ان في خلال سنتين مش هيبقى عندنا عشوائيات. اللي بيحصل ده فعلا في خلال سنتين مش هيبقى عندنا عشوائيات. النقله دي نقله حضاريه، وبدانا يعني القياده السياسيه وسياده الرئيس بدا يحس بالناس الغلابه فعلا، الناس اللي هي كانت مهمشه دلوقتي ما عادش مهمشه. تشوف فرحه الناس، يعني الفرحه في عيون الناس في الاسمرات، حاجه تخلي الناس كلها تساهم وتساعد وما تتاخرش عن بلدنا ان شاء الله. الحقيقه هي مشروعات تنمويه على اعلى مستوى، وبعدين هي متعدده. يعني على سبيل المثال ال 5000 كيلو طرق، البعض يقول ان المواطن، وانا يعني كويس حضرتك سالتني السؤال ده، البعض يقول المواطن هيستفاد من الطرق. طب ما هي الطرق هي البنيه الاساسيه للاستثمار والاقتصاد. لو ما فيش طرق يبقى المناطق اللي فيها زي الانتاج، زي 1.5 مليون فدان الانتاج بتاعهم اللي في الفرافره، وما فيش طرق، هيبقى فين العماله؟ هتتحرك ازاي؟ المنتج نفسه هيتم نقله ازاي؟ فبالتالي كل ما يتم المشروعات بتتم في اطار المصلحه العامه للشعب. الحاجه الثانيه قناه السويس على سبيل المثال ما بتشتغلش لوحدها، في ناس دلوقتي بيشغلوها بحاره وسواقين وقبطانات والكلام ده كله. كل الكوادر
بتشغل نفس القناة الجديدة، إذا فتحت فرص عمل علاوة على الناتج القومي أيا كان حجمه دلوقتي لكن داعم. الحاجة التانية، كل المشروعات التنموية اللي بتتم ما بتتعملش لوحدها، إذا في ناتج قومي من تشغيل العمالة في الوقت الحالي أثناء تنفيذ وإدارة المشروعات، وفي ناتج قومي بيبقى موجود بعد تنفيذ المشروعات. في فرص عمل كبيرة جدا لكل هذه المشروعات بتشغل أولادنا وشبابنا. ربما الشعب نعم في لسه مازال فرص عمل مطلوبة، في لسه نسبة بطالة، في حاجات كتيرة مطلوبة، ولكن أعتقد إن احنا ماشيين في اتجاه السليم. والعرس الاحتفال المحترم اللي موجود دلوقتي مش يعبر عن مجرد جمع الفلوس، ده يعبر ان في قناعة من الشعب المصري ومواطنين شرفاء بأن الدولة تفعل أقصى قدرات عندها، عشان كده بيشاركوها. لكن المشروعات اللي بتتم أعتقد الناتج القومي بيتم حاليا من خلال العمالة اللي بتقوم بتنفيذ المشروعات، والناتج القومي اللي هيتم بعد انتهاء من هذه المشروعات. رجال الاعمال عليهم واجب كبير جدا 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 جدا. ليه؟ لان مصر هي اللي بتسعى للناس كلها، وجميع رجال الاعمال مصر ما بقوش رجال اعمال مصر من فراغ، ما هي مصر هي السبب. ولو ان بدم مصر اصبحت هي السبب في نجاح رجال اعمالها، يجب على رجال اعمالها ان يردوا هذا الجميل للشعب المصري ولابناء الشعب المصري مجتمعين. فرجل الاعمال في مصر هو فرد من الشعب المصري، وهو راجل اتيحت له بعض الفرص، وهذه الفرص ربنا سبحانه وتعالى اكرمه منها ورزق منها وسمي رجل اعمال. هو صحيح رجال الاعمال كلهم ناس بيعملون ويبنون، وناس بيبذلوا الجهد والعرق من اجل هذه البلد، ولكن علينا بقى احنا دور كبير قوي. الدور الكبير في ايه؟ ان احنا لابد نقوم بمساعده الدوله في اتمام بعض المشروعات، مش شرط في المجالات الصحيه بس، ده في جميع المجالات، في التعليم، في الصحه، في كل المجالات، بحيث ان البلد تقوم. وان شاء الله مصر تكون مصر امانه في رقبه كل مصري، لان مصر ما يعني مصر غاليه، ومصر بلد يعني يجب على جميع المصريين ان يقوموا بكل ما تتطلبه الامور من رفع شأن مصر في كل المجالات. دعم رجال الاعمال المخلصين اللي بيحبوا مصر، الوطنيين اللي يهمهم ان مصر تقوم، لان ان شاء الله مصر هتقوم رغم كل ما تتعرض له مصر من اهل الشر، الا ان مصر ابنائها المخلصين هم اولى الناس بان مصر تقوم على ايديهم. لازم المواطن يساعد الدولة والمجتمع في إنشاء المصالح والمؤسسات اللي بتنمي البلد. دي مهمة قومية، أنا ما بعتبرهاش مهمة عادية، مهمة قومية إن أنت تيجي وتشارك في حدث كبير جدا زي الحدث اللي احنا موجودين فيه النهاردة. يعني مستشفى الأورام للجهاز الهضمي وضع حجر أساسها النهاردة، ده حاجة فرض علينا إن احنا لما ندعى نستجيب. الجلالة ده بيتعمل طريق طوله حوالي 81 متر. الطريق ده بدل 81 كيلو سوري 81 كيلو، ده بديل للطريق اللي كانوا سموه طريق الموت، اللي هو على البحر على طول، اللي كان كله ملفات وضيق جدا. انا رحت هناك شفت اعجاز. تخيل ان شقين جبل بارتفاع 200 متر، جبل بارتفاع 200 متر مش مشقوق ومعمول في الطريق. مش كده بس، ما هو الطريق ده هيخلق تنميه حواليه. لا مش كده، ده بيتعمل مدينه الجلاله، بتعمل فنادق، بتعمل اسكان، بتعمل جامعه، هيتعمل مستشفى. بدا فعلا الحاجات دي اتعملت فعلا. يعني هناك الفندق تقريبا قرب يخلص، البنيه الاساسيه بتخلص، الطريق اعتقد خلص منه حوالي 70-80%. فده بالنسبه لجبل الجلاله. حضرتك بتسالني كمان في الاسماعيليه الجديده معمول هناك اكتر من 700 عماره، ومعمول فيلات، ومعمول نادي انا ما شفتش زيه في مصر. نادي رائع يعني على القناه الجديده. عمارات هناك فيها شقق مساحات 90 متر، ال 120 متر، ال 150 متر، ال 160 متر. الفيلات مش شطبه تشطيب سوبر لوكس، يعني اللي هياخد الشقه برضه هيروح
يفتح ويسكن ويقعد. حاجه نقلنا، بص حضرتك، نقلنا الاسماعيليه القديمه للضفه الثانيه. الضفه الثانيه دي حضرتك في سينا، يبقى احنا كده بدانا نعمر في سينا. يعني لما نعدي القناه الناحيه الثانيه من القناه، يبقى احنا كده دخلنا سينا. يبقى ده التعمير اللي بيقول لك فين التعمير في سينا، انتوا ما عملتوش حاجه في سينا. لا، المدينه الاسماعيليه الجديده دي كلها في سينا. فان شاء الله اعتقد دي خلص حوالي 80-90% منها. ويعني معلوماتي ان بعد العيد ممكن سياده الرئيس يفتتحها ان شاء الله. العاصمة الإدارية الجديدة، ودي اللي هتبقى النقلة الحقيقية من التكدس والزحام داخل القاهرة إلى الأراضي المفتوحة في الصحراء. العاصمه الاداريه الجديده انت عارف طبعا موقعها بين على طريق السويس قصد مدينه بدر، وماسكه من طريق السويس لغايه طريق القطاميه العين السخنه. دي هتبقى فيها طبعا كل وزارات هتتنقل فيها، هيتنقل فيها كل المصالح اللي مكدسه في وسط البلد، هيتعمل فيها مدينه اكتر من حوالي 30-40 الف وحده. فده اعتقد برضو إيه اللي بيتم دلوقتي هناك في العاصمة الإدارية الجديدة؟ يتم الوقت حضرتك البنيه الاساسيه خلاص فعلا بداوا فيها واتعملت بنسبه كبيره جدا جدا، وبداوا يعملوا الاساسات وخرسانات الوزارات، ما بين الوزارات وبعض العمارات ان شاء الله. يعني بدأت في العاصمة